يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. جبنا شوية حاجات حتى لو الشهر بدأ، بس المهم جبنا اللي احنا عايزينه، والعيال كمان هيتبسطوا معانا باللي احنا جبناه. الناس سبقتك شوية ولا يهمك، كده كده هتقدري تجيبي اللي انت عايزاه. عندنا كركديه وعندنا بلح وعندنا دوم، الحاجات دي مشروبات، خلي بالك ان دي يوم بيوم تعمليها، ما تعملهاش وتحفظيها عندك. اما بالنسبة للشطة دي فبناخده حبة حبة كده برضو في الكبة، وتشيل اللي انت عملتيه في الكبة برطمان كده صغير، لان فعلا ريحته مع الوقت بتروح. اما اللي في الكيسة دول اللي هيتبقى من الشطة تشيليهم كده زي ما هما، ومع الوقت بيستعمليهم تاني وحطيهم في الكبة من جديد. يبقى خلي بالك المشروبات يوم بيوم، اما الشطة دي هتاخدي منها برضو حبة مش كتير. وعندك شوية عدس، طبعا ما تقوليش عدس في رمضان، برضو الحاجات دي حلوة في رمضان، حاجة تفتح نفسهم كده، هو يعني مش ممنوع يعني، وفي الاخر برضو مفيد وهيدفيهم برضو في الجو اللي احنا فيه. وفي الاخر هتجيبي اللي انت عايزاه وهتتبسطي. انا جبت كده شوية حاجات ابل بيها كده على الفطار، واعمل لهم كوباية كركديه ولا حبة العدس دول ولا شوية الدوم. المهم برضو الخير دخل بيتنا، فوقت ما يجي والظروف تسمح اعملي اللي انت عايزاه. ودايما كل يوم وكل سنة وانت طيبة، ويا رب يجعل ايامك وايامهم كلها هنا وسعادة.